وأهلا بكل محبي قصص الرعب وبكل متابعين قناة سحر أسود، وبرحب كمان بأي حد جديد بيسمعنا لأول مرة. يلا اشترك معانا عشان يوصلك كل جديد من قصصنا قصص الرعب. النهاردة هحكي لكم قصة جيهان وأسرتها. في يوم نقلت جيهان وجوزها أحمد لبيت قديم في قرية ريفية بمصر. كانوا فاكرين إنهم لقوه فرصة، خصوصا إن مساحة البيت كبيرة بالنسبة لسعره الرخيص عن البيوت اللي حواليه في المنطقة، لكن الحلو ما يكملش. فمن أول لحظة دخلوا فيها البيت بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة. أول حاجة إن الدفاية كانت في أوضة مسدودة بخشب. لما جيهان حاولت تشيل الخشب عشان تشوف الدفاية لقت مرسوم على الخشب رسم غريب زي نجمة بألوان غريبة، وكان في بقايا شموع متكسرة حواليها، وكأن في حد عمل طقوس غريبة في الأوضة دي. جيهان خافت شوية لكن قررت تكمل حياتها عادي لحد ما تبان الأمور أكتر. وفي يوم وهي رايحة السوق قابلت واحدة قالت لها انتي ساكنة في البيت ده؟ ردت جيهان أيوة. قالت لها أنا كنت عايشة في البيت ده زمان وده بيت مسكون. جيهان استغربت وقالت مسكون؟ قالت لها الست أيوة، في حاجات غريبة بتحصل وأكيد هتحس بيها. وحكت لها إن من زمان كان في طفل عايش في البيت ده ووقع من الشباك من الدور التاني ومات، وإن البيت كمان كان فيه مقبرة قديمة من أيام الحروب. وهو نايم سمع صوت طفل بيعيط، ومع الوقت زادت الأمور. ففي يوم في نص الليل كانت جيهان في المطبخ بتعمل شاي، وفجأة سمعت صوت أطفال بيضحكوا في الدور التاني. افتكرت إن ولادها صحيوا فطلعت عشان تقول لهم يوطوا صوتهم عشان الليل والجيران نايمين. فلقتهم نايمين، الصوت كان عالي وكأنهم بيجروا في البيت. فجيهان ابتدت تصدق كلام الست، وبعد فترة بقت هي وجوزها يحسوا بشيء في الجو زي ضباب خفيف لكن مش طبيعي، وحسوا إن جو البيت بقى تقيل جدا. وفي يوم جيهان بتنقل حاجات في الجنينة شافت ست تانية وقالت لها إنها كانت عايشة في البيت ده زمان، وإن في حاجات غريبة بتحصل فيه، وإن في روح لطفل اسمه سيف، وإن الروح دي هي اللي بتتسبب في كل الأحداث الغريبة. فجيهان اتأكدت إن البيت ده مليان بالأسرار والأرواح. مع الوقت الأمور بتسوء. ففي يوم أحمد كان في أوضة المكتب وسمع صوت ضحك مرعب جاي من وراه، فبمنتهى الخوف لف يشوف مين وراه لكن ملقاش حد. وجيهان لما شافت الرعب في عينه اتفقت معاه انهم يلجأوا الناس تقدر تساعده. فعملوا جلسة سبريت بورد عشان يتواصلوا مع الأرواح دي. فالروح اللي كانت موجودة على السبريت بورد قالت اسمها سيف، وقالت بصوت مخيف جدا أنا مش ميت، أنا عايش بينكم مش ميت. ساعتها جيهان وأحمد اترعبوا وأنهوا جلسة التواصل دي. فضلت جيهان تفكر في الكلام اللي سمعته من الجيران والستات اللي قابلتهم وكانوا عايشين في البيت ده قبلهم. فمن ضمن الكلام اللي سمعته إن البيت ده كان مكان لمساجين خطرة محكوم عليهم بالإعدام، وده كان زمان قوي. ومن ضمنهم واحد اسمه سيف كان مجرم قاسي قتل مجموعة من الأطفال بطريقة بشعة ودفنهم في القرية، وفعلا أعدم ودفن في الأوضة اللي بقت بتاعت ولاد جيهان دلوقتي. فبقت جيهان بتجمع معلومات أكتر عن البيت، واكتشفت إن فيه لعنة مرتبطة بالبيت ده من وقت بناه بسبب روح سيف وضحاياه، وإن الأرواح دي كانت بتطفش أي ساكن للبيت
فقررت إن الحل الوحيد هو إنهم يجيبوا شيخ من البلد يقرأ قرآن في البيت ويقرأ الآيات المرتبطة بطرد الأرواح. والشيخ قام بعمل طقوس تطهير بالمية والملح وبعض الأعشاب المتخصصة. وبعد طرد الأرواح من البيت بدأ جو البيت يهدى، والأصوات اختفت خالص، وخيال سيف اختفى، وأحمد وجيهان حسوا براحة كبيرة بعد ما طهروا البيت من الأرواح. لكن بالرغم من إن الأمور استقرت إلا إنهم سابوا البيت وسافروا لمكان تاني عشان يبدأوا حياة جديدة بعيد عن كل اللي حصل. وبكده تكون خلصت قصتنا، وأتمنى تكون عجبتكم وتشيروها عشان توصل لأكبر عدد من محبي قصص الرعب. وأشوفكم في قصة جديدة أكتر رعب إن شاء الله.